الحليم كسب قلوب زبائنه ليصبح مطعمه بأوريسيا في الصيف من أشهر المطاعم، حيث يقصده الناس من داخل وخارج الولاية، وهو اليوم ولأول مرة يكشف عن سبب تلقيبه بالشيف برما. نتعرف عليه في هذا التقرير سامي شحات. ما يشد انتباهك وأنت في ولاية سطيف مطعم الشيف برما بمنطقة أوريسيا، والذي يقصده عامة الناس من شتى الولايات، ليس فقط من أجل التلذذ بمختلف الأطباق، وإنما لأخذ صور تذكارية مع الشيف والاستمتاع بطريقة تعامله مع زبائنه، والتي لقيت رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عرفناه دار حالة في الوطن، هي الأكثرية طريقة التعامل تاعها أكثر من الماكلة كما نقولوها استغلال في الدومين تاعها. الشيف برما عاشق الطبخ، وقصته انطلقت من مطعم صغير، وهو اليوم يمتلك أشهر مطعم بعاصمة الهضاب، ويوظف أكثر من 25 عاملا ليبقى حلمه ولوجا عالمية. الشيف برما الاسم عبد الحليم والمدعو الشيف برما سمعني فيه الأخ مجد الصديق بزاف. دونك يما ربي يشافيها ان شاء الله، يما كانت كتتحرك باش تجيب الحطب ولا حاجه، كنت انا هو الكبير في الدار، قلت خلي خالتي تصرا معايا وتقول لي عسل برا. من قبل كانوا عندي زوج خدامين، وكان عندي المطعم الصغير فيه عيلات فيه 4 طوابل، واليوم وفقني ربي عندي صالون فامي وحدها، وعندي لاصال هادي وبلوس عندي المقهى، وراح ان شاء الله نلحقوا ان شاء الله احسن طبق هنايا في افريقيا ان شاء الله. حب الناس زاد من شهرته، وأضحى كل من يزور ولاية سطيف لا بد أن يمر على الشيف برما. بليزيام فوا تاني جايه تعدي كوبريلايا شي غير الشيف برما. حنا من الجيجه معروفه ثاني بلي شاف يطيبوا ملاح، اما حنا كي يجيو زياره سطيف لازم ناكلوا ناكلوا عند الشيف برما. حنا من الوهر نجيو من العيون حتى انا نبغوا ناكلوا نبغوا نفوتوا منها ناكلوا عندها ونروحوا، إلا عاودنا ولينا ثاني ناكلوا ونروحوا. نختم مشاهدينا من ولاية مصغان، حيث نظمت جمعية بسمة اليتيم عقد قران ل 15 عريسا المبادرة التي لاقت استحسان الكثيرين.